الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله عند قول الإمام أحمد رحمه الله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. يقول رحمة الله عليه: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المراد بالسنة التي يتكلم فيها أو التي يتكلم عنها العلماء، آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن السنة في اللغة بمعنى الطريقة، فتطلق على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى سنة الخلفاء الراشدين، وعلى سنة الصحابة عموما، وعلى سنة التابعين، وما هو أوسع من ذلك بمعنى الطريقة، هذا من حيث المعنى اللغوي. أما العلماء إذا ذكروا السنة وتكلموا على السنة فإنهم يريدون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو من فعل أو من تقرير، فهذه السنة التي يتكلم فيها العلماء في كتب العقائد وفي كتب الفقه وفي غير ذلك. فقال: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة تفسر القرآن، أي توضح معناه. السنة تفسر القرآن بمعنى توضح معناه، فتبين المجمل منه وغير ذلك من أنواع التفسير. وقد قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالذكر الذي أنزله الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام هو القرآن، وأنزلنا الذكر أي القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام بينه أي بالسنة لتبين لهم ما نزل إليهم، فتبين النبي عليه الصلاة والسلام للذكر كان في سنته عليه الصلاة والسلام. فلا غنى للعبد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يريد أن يتمسك بالقرآن من غير السنة فإنه يضل الضلال المبين. ومن كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن، لأن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من الآيات. فالمكذب للسنة هو في الحقيقة مكذب للقرآن، ولا يمكن للعبد أن يستغني بالقرآن عن السنة، فإن السنة مفسرة للقرآن وموضحة. فقد أمر الله عز وجل العباد بالصلاة وما بين سبحانه وتعالى عددها، وإنما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. وما بين الله سبحانه وتعالى صفتها، وإنما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. وهكذا أمر الله عز وجل بالحج، وبينه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وفي الصلاة قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأمر الله عز وجل بالزكاة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أمر الزكاة، فيما تجب الزكاة ومتى تجب وما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، إلى غير ذلك من التفاصيل التي جاءت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر واسع، فلا يمكن للعبد أن يستغني بالقرآن عن السنة. وهناك أشياء في السنة زائدة على القرآن لم تذكر في القرآن وبينها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وهي أمور متعددة. وفي حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه جاء في المسند وعند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته أي على سريره يقول: ما وجدتم في كتاب الله من حلال فأحلوه ومن حرام فحرموه، أي وذروا السنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني قد نهيت عن لحوم الحمر أو الحمار الأهلي، إني قد نهيت عن لحوم الحمار الأهلي وعن كل ذي ناب من السبع، إلى آخر الحديث. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا سوف يحصل، وأن هنالك من سوف يدعو الناس إلى القرآن ونبذ السنة، سوف يدعو الناس إلى القرآن ونبذ السنة من أهل الأشر والبطر، شبعان
من أصحاب الترف متكئ على أريكته على سريره، ليس له همة في العلم، ليس له همة في طلب العلم، فلم يجالس العلماء ولم يرحل في الطلب، من أهل الخمول والكسل، من أهل الأكل والشرب والراحة، فيتبجح هذا التبجح ويريد من الناس أن يتركوا القرآن وأن يأخذوا بالسنة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد نهى في سنة عن أشياء ما نهى الله عز وجل عنها في القرآن، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن كل ذي ناب من السباع، فلا غنى للمسلم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، أي أن السنة هي التي تدل على معاني القرآن، دلائل القرآن أي هي التي تدل على معاني القرآن وتوضح معاني القرآن. قال: وهي دلائل القرآن، هي التي تدل على معناه وتبين معناه. قال: وهي دلائل القرآن وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال. قال: وليس في السنة قياس، بمعنى أن السنة لا تدرك عن طريق القياس ولا يحتاج في إثباتها إلى قياس، فإنها وحي من الله عز وجل، إنما تؤخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام. السنة في إثباتها ما ثبتت عن طريق القياس، والقياس يحتاج إلى النظير، ولا يشترط هذا في السنة أن تكون مقيسة على نظائر، فالسنة وحي من عند الله عز وجل، السنة وحي من عند الله عز وجل، فالواجب هو الأخذ بها والتسليم لها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عند كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه في هذا الموضع في قوله: وليس في السنة قياس، يقول في كتاب درء تعارض العقل والنقل في الجزء السابع في صفحة 317: قال: ولا يدركه كل أحد بقياس ولا يحتاج أن يثبته بقياس، بل هو ثابت بنفسه، وليس كل ما ثبت يكون له نظير، وما لا نظير له لا قياس فيه، فلا يحتاج المنصوص خبرا ولا أمرا إلى قياس. نعم، لا يحتاج المنصوص خبرا أو أمرا إلى قياس، فالمنصوص حجة بنفسه. وش الذي يحتاج فيه إلى القياس؟ الأشياء التي ما فيها نص تقاس على المنصوص، أما ما كان عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو حجة بذاته. فهل يقال أن السنة لا تثبت إلا إذا وافقت القياس؟ يستقيم هذا الكلام؟ ما يستقيم هذا الكلام. السنة حجة بنفسها فلا يحتاج، نعم لا تحتاج، قال: وليس في السنة قياس، أي لا يحتاج في إثباتها إلى القياس، هي ثابتة بنفسها وحجة بنفسها، سواء جاء قياس موافقا له أو لم يأتي. وإنما يحتاج الإنسان إلى القياس كما عرفنا في إثبات غير المنصوص عليه، هنا نرد غير المنصوص عليه إلى حكم المنصوص. أما النصوص الشرعية فهي حجة ولا نحتاج في إثباتها إلى قياس. إذن النصوص لا يحتاج في إثباتها إلى قياس، ولهذا العلماء استنكروا على أهل الرأي الذين ردوا جملة من الأحاديث بدعوى أنها مخالفة للقياس، وهذا مما ذم به العلماء أصحاب الرأي وشنعوا عليهم وبالغوا في الرد عليهم، وبينوا أن السنة لا يحتاج فيها إلى القياس، السنة هي ثابتة بنفسها. أما أن ترد السنة بأنها مخالفة إلى القياس كما يدعي ذلك علماء الرأي، فإن هذا من الأمور الخطيرة، وهذا مما استنكره العلماء على أصحاب الرأي. فالعلماء حين يدونون مثل هذه الألفاظ يقصدون هذا المعنى، ولا يقصدون أن القياس لا يحتج به. فالإمام أحمد رحمة الله عليه وغيره من أئمة الإسلام يحتجون بالقياس في مسائل متعددة، لكن الذي يستنكرونه هو أن يجعل القياس حكما على السنة. السنة ثابتة بنفسها ويحتج بها، وافقت القياس أو لم توافق القياس هي حجة بنفسها. فالقياس إن وافقها فهو قياس صحيح، وإن خالف القياس وش يكون قياس فاسد الاعتبار كما يقول ذلك علماء الأصول. نقف عند قوله رحمة الله عليه: وليس في السنة قياس، وننتقل إلى الفواكه الجنية.